خلاص يا جماعة الكتاكيت رخصت اهي، وخلاص ما عادش حد عنده حجة ان هو ما يربيش. كلنا الفترة اللي فاتت دي كنا بنقول الكتاكيت غالية، كتاكيت غالية، مش لا خلاص رخصت خالص خالص، وهتوصل بإذن الله ل20 جنيه كمان، وبكرة تقولوا ان انا قلت. فتعالي هقولك ازاي تربي فراخ بيضة بأقل تكلفة، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله الخير هيبقى عندك. يعني مش هتبقي عارفه تودي كميه الفراخ اللي عندك دي فين. الفريزر هيتملي، وهتهادي بقى حبايبك واصحابك وتبيعي، وهتبقى يعني تجربه حلوه جدا. جربي معايا تجربه الفراخ، تربيه الفراخ البيضه في البلكونه، وصدقيني مش هتندمي. وعايزه اقول لك اللي هيشجعنا كلنا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ان الكتكوت سعره نزل جدا جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لك الفتره اللي فاتت الكتكوت كان ب50، وعدى ال50 وال60 كمان، وانا واحده من الناس وربنا كنت جايباه ب47 جنيه. بس عادي بقى مش مشكلة، هنعمل ايه يعني؟ ما هو الموضوع ده يا جماعة بيبقى زي ادمان كده. انت لو جربتيه مرة مش هتقدري ان انت تبطليه، يعني مش هتقدري، صدقيني مش هتقدري تبطليه ان شاء الله. فيلا بينا بقى، تعالى نشوف كده هنعمل ايه في الكتاكيت الحلوة بتاعتنا دي. وهقول لك ازاي تربي في البلكونة. كتير منكم قال لي ايه ده انت ده انت ما قلتيش معلومات، ومش ما قلتيش معلومات. هقول لك كل المعلومات اللي انت عايزه تعرفيها ان شاء الله في الفيديو ده، هقولك عليها. واي اسئله انتوا عايزين تسالوها اسالوها في العيشه بتأذن. اي اسئله عايزين تعرفوها اسالوني في الكومنتات وانا هجاوبكم ان شاء الله. هنا طبعا البوكس، انا عندي بوكسين، عندي 3 بوكسات كمان بغير فيهم. بس هو البوكس ده كان غرقوه ميه، كبوا ميه فيه. بس عادي مش مشكله، هجيب واحد تاني بقى ناشف من اللي فوق من على السطوح اهو، زي ما انتم شايفين ناشف بقى ومتحمص كده، الشمس بتظبطه بصراحه. يعني بتعب، بفضل بقى واخده البوكس واطلعه فوق، بفضل واخده البوكس اطلعه فوق بقى في الشمس واشيل واعمل العيشه. حرام. هنا بقى جبت بوكس ناشف اهو زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا احط فيه تراب تاني. وهاخد بقى البوكس القديم ده، هاخد البوكس القديم واطلعه فوق بقى على السطح. هاخد بقى البوكس اللي هو كان فيه ميه ده واطلعه بقى فوق على السطح ان شاء الله. الله اعظم يا ناس. بس صدقيني والله العظيم هتبقى تجربه حلوه جدا. ولو عندك اي بلكونه، اي مكان فاضي ان شاء الله، حتى لو ما عندكيش بلكونه خالص، ممكن تربيهم في المطبخ عندك. طول ما انت بتنضفي لهم وبتحطي لهم تراب تحتيهم كده، ولا هيبقى فيه ريحه ولا هيبقى فيه ازعاج، بل بالعكس المطبخ هيبقى احلالك. هتقدري توليهم كل شويه، تبصي عليهم كل شويه، في ميه قدامهم، جعانين عطشانين سقعانين بردانين حرانين كده هيبقوا قدامك. لكن في البلكونه ممكن يعني ايه تكسري تطلعي البلكونه وتلبسي الخمار بتاعك او الاسدال بتاعك كل شويه. فالمهم ايا كان، يعني ايا كان الموضوع حلو جدا، وجربيه وصدقيني هتدعي لي باقل الامكانيات. انا هنا مش عارفه، انا كنت بناديهم قال يعني هم هيجوا لي، يعني مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده، بس مش مشكله. يلا بقى كلنا نحط لايكات للفيديو، ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش، وفعلوا زرار الجرس وشيروا الفيديو وكومنتاتكم الحلوه. وربنا يهدي كل العيال يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا هنقلهم بس كده في البوكس الناشف بقى. عايزه اقول لكم، لا كانوا الاول يا عيني البوكس اللي هم فيه ده كانوا مغرقينه ميه، هم كبوا السقايه كذا مره، فتحتيهم بقى طينه التراب كده جه عليه ميه فعمل طينه. لكن هنا بقى لما جم بقى اتنقلوا المكان الناشف، بيبقوا بقى بصوا في منتهى السعاده. سبحان الله، زي ما يكون معاكي طفل صغير كده والبامبرز بتاعه غرقان ميه كده ومضايقه خالص. اول ما بتغيري له كده وتلبسيه بامبرز ناشف بيبقى يعني منتعش كده وحالته النفسيه بتتحسن. يعني هم برضو نفس الشيء. شلتهم بقى من البوكس اللي هو كان كله ميه الراتب ده لواحد بقى تاني ناشف اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب في كتير سألني البوكسات دي بتجيبيها منين؟ للمره المليون يا جماعه، البوكسات دي خشب، والخشب على فكره ضد الريحه، ما بيعملش ريحه خالص. طيب جايباها منين؟ جايباها من عند الناس اللي بتبيع قطع غيار الموتوسيكلات. بكام؟ ب80 جنيه.
قلت كتير جدا، واجي اعمل الفيديو يقول لي انت ما قلتيش حاجه. ما قلتش حاجه ازاي يا ولاد؟ ما انا بقول لكم كل حاجه في الفيديو. يلا حطوا لايكات كتير للفيديو، وعايزاكم كلكم تشتركوا في القناه بقى لو ما كنتوش لسه اشتركتوا، واكتبوا لي كومنتات كتير. يعني كل واحده فيكم كده، كل الناس اللي بتحبني الخمسه سته اللي بيحبوني دايما كده ودايما يطبلوا لي، يعني طالبه بس منكم طلب رفيع كده، كل واحده فيكم تكتب لي 5 كومنتات. هنا الطينه دوست فيها فضايقتني، بتضايق كده في الرجل. ايه ده انت ماشيه حافيه؟ بصراحه معلش حقكم عليا فعلا، حركه تغيظ. هنا بقى بصور لكم البلكونه اهو، هوريكم ان البوكس ده بيبقى ليه غطا. وادي الفراخ بتاعتي كده عمر ايه 9 ايام اهي ما شاء الله. الرك بقى على المكان اللي انت بتجيبي منه الفراخ، ده اهم من اي حاجه، يعني اهم من البوكس واهم من كل حاجه. المكان اللي انت بتجيبي منه الفراخ يبقى لازم اهو. هنا انا بصور لكم البلكونه ان هي بلكونه على الشارع، هاي بلكونه عاديه خالص. ولا في ازعاج للناس ولا في ريحه ولا الهواء، لان لو في ازعاج اكيد انا كان زماني شلتهم، لان انا مش من نوعيه الناس اللي بتحب تزعج جيرانها يعني. وصلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى البوكس يا جماعه، عشان بالليل طبعا بيبقى الجو ساقعه، بروح بقى حاطه البوكس كده ومغطيهم بيه. طب ازاي هتغطيهم بيه؟ هتشوفوا كل حاجه دلوقتي، كل حاجه هتشوفوها في الفيديو. طيب جالي سؤال برضو مهم جدا، هل البوكس ده هيكمل معاهم للاخر؟ اكيد لا طبعا يا جماعه. البوكس ده انا بخليه بس اللي هو لفتره اسبوعين، هو كده كده الفراخ دي دورتها معايا كده بتبقى مثلا 30 يوم 35 يوم، فنص عمرهم اللي هو مثلا اسبوعين بخليهم في البوكس. وبعد كده لما بيكبروا بقى عندي انا بوكس تاني كبير فوق على السطح بنقلهم فيه. وفي الصيف بيبقى عندي كده مساحه قدام الشقه بحطهم فيها، فاهمين ازاي؟ فانت برضو صرفي نفسك، يعني انت برضو صرفي نفسك. اهم حاجه هم بعد ما يكبروا شويه هنضطر ان احنا ننقلهم بقى من البوكس ده. لكن انت لو هتجيبي 5 أو 10، انا بقول لك اهو، لو هتجيبي 5 فرخات او 10، البوكس ده ممكن يكمل معاكي لحد ما يبقوا فراخ، لحد يعني ما يبقوا كبار خالص وخلاص. يعني هيكفي العدد لو 5 أو 10. اكتر من كده ما اعتقدش، ما ينفعش اصلا، مش ما اعتقدش، متاكده انه مش هيكفي. ده هو 10 ده، وهيبقوا بالعافيه كمان، هيبقوا مزنقين جدا. طيب هنا بقى انا بالليل بعمل ايه؟ علشان بالليل يعني مش بالليل الوقتي ده انا بس بوريكم، لا بالليل اللي هو من الساعه 1 كده بيبقى الجو يعني برد شويه، فبيبقوا سقعانين ومكومين على بعض. التكويمه دي وحشه جدا للفراخ. اوعي تخلي الفراخ بتاعتك تتكوم على بعض. معنى ان هم يتكوموا على بعض معنى ان هم سقعانين، ومعنى ان هم سقعانين معنى ان هم هيبقوا سارده كده. انت ممكن تخليهم هم انت جايباهم حلوين وكل حاجه، بس يبقوا عندك سارده. طيب انا حاطه لمبه هنا اهي زي ما انتم شايفين كده، خرمه الغطا بتاع البوكس بتاع الصندوق وحاطه فيه لمبه. ازاي بقى؟ دي عادي، دي اي حد يعملها لك، هي بتبقى تخصص رجالي شويه، زوجك اخوكي ابنك لو بيفهم في الكهرباء. ما فيش حد عندك خالص وديها الكهرباء يعملها لك، مش هياخد اصلا 10 جنيه ولا حاجه. هتجيبي سلك ودوايه وفيشه وهيركبهم لك بالمنظر ده اهو زي ما انت شايفه كده. في ناس بتقول لي طب اللمبه بتقع ازاي؟ ما انت بتربطي السلك من ورا، بتربطي السلك من الناحيه التانية، بتخرمي خرم صغير وتدخلي السلك وبعد كده تربطيه من الناحيه التانية. فاهمين قصدي ازاي؟ بس فعمر اللمبه ما هتقع ازاي؟ ما انت ربطها، عامله لها عقده، عامله لها عقده من الناحيه التانية. او مش هتعرفي تعملي لها عقده بالشكرتون كده اللي هو البلاستر ده بتاع الكهرباء، وتروحي لفه كتير كتير كده، عمرها ما هتنزل لتحت. هنا بقى بعد ما غيرت لهم وحطيت لهم تراب نظيف زي ما انتم شايفين اهو، منشكحين على الاخر ومبسوطين على الاخر، سبتهم بقى ايه. هنا انا بوريكم اللمبه من على قربها. وطبعا انا هنا الوقت ده التوقيت ده مش محتاج لمبه صفرا، فانا حاطه لهم هنا لمبه حمراء وحلوه شغاله يعني. هي مش للتدفئه خالص، هي انا بس مركباها عشان تنور لهم بس، مش اكتر من كده. لكن لما الجو هيبدا يبرد في الشتاء لازم لمبه صفرا، لازم ليل ونهار عشان تبقوا عارفين. هنا بقى ايه مبسوطين وفرحانين ومنشكحين على الاخر وبياكلوا بقى وبيشربوا ما شاء الله يعني. زودت لهم الميه شويه عشان انا كنت بحط لهم سقايه واحده فما كانتش بتكفيهم.
اهو بصوا انا هوريكم ازاي انا بغطيهم بالليل، هوريكم كل حاجه. بس هنا ابني بس كان عايز البنطلون بتاعه عشان رايحين فرح، جوزي والعيال الصغيره رايحين معزومين رايحين فرح يعني، فكويت لهم بقى اللبس وظبطت لهم حاجتهم. عقبال ولادكم جميعا يا رب. ايه ده؟ طب وانتي ما رحتيش ليه؟ ما انا مش معزومه، هم عازمين الرجاله بس، فيعني محدش عزمني عشان انا اصلا ماليش علاقه بيهم. فيعني ابوهم اتعزم فقال خلاص هاخد العيال معايا، يعني يغيروا جو كده ويفرحوا يعني. فرح بقى في القاهره وكده، فبيبقى فرحه للعيال. هنا بوريكم بقى ان انا بغطيهم كويس وسايبه لهم فتحه هناك ناحيه الحيطه هي، علشان تدخلهم برضو ايه تهويه. اهو وادي البلكونه بتاعتي، ولا في ريحه ولا في ازعاج للجيران ولا في اي حاجه خالص. وهاتي وربي لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات وانا هجاوبك.